يزعم السلقلقي ياسر الخبيث أن التطبير، الشيعة حينما يأتون بالسيوف ويضربون رؤوسهم ويشوهون الإسلام في الطرقات وفي المدن، يزعم هذا السلقلقي أن هذا التطبير سنة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم عياذا بالله. شاهدوا. نعم، تطبير عبادة، لما لا يكون عبادة؟ هو يقصد إسالة الدم من الرأس، هذه سنة نبوية ثابتة عند كل فرق المسلمين. يقصد هذا السلقلقي أن التطبير الضرب هكذا كالحجامة. شوف القياس، مع أن القياس باطل عندهم. شوف كيف يضحك على عوام الشيرازية، لأنه يعلم أن كثير منهم حمقى يسيرون خلفه ولا يفكرون. طيب أيها السلقلقي، يوجد شباب حينما يفترق هو وحبيبته يقوم بالاتيان بسكين أو بموس ويظل يضرب على يديه حتى تسيل الدماء أو على رأسه كالصور التي سنراها الآن. هل هؤلاء يفعلون سنة أيها السلقلقي؟ هؤلاء يفعلون سنة؟ هؤلاء الشاب ما يترك حبيبته ويضرب نفسه نقول له ماذا تفعل؟ يقول أنا أفعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحمق، كذاب، أشر، كذاب يكذب على عوام الشيعة ويقيس الحجامة على ماذا؟ على التطبير. طيب ما يفعله الشيعة الآن في هذا المقطع من تشويه صورة الإسلام، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا الأمر؟ شاهد يا عاقل، يا من تشاهد برنامج عمائم مزيفة. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ما رأيناه الآن يا شيعة؟ كان يسير في شوارع العراق عياذا بالله أو في شوارع المدينة كهؤلاء ويضرب رأسه هكذا؟ هذا تشويه للإسلام. والسلقلقي ياسر الخسيس يقول لهم سنة. علمتم أن هؤلاء أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ تعال أيها السلقلقي، هذه سنة الملاحدة، هذه سنة الملاحدة. شاهد إخوانك الملاحدة في الصين يفعلون هذه السنة التي تطالب الشيعة بفعلها. علمت أيها الخبيث أنها سنة إلحادية خبيثة وتزعم أنها سنة نبوية لتضحك على عوام الشيعة. عمائم مزيفة.